باللون الأبيض الكامل. في حراسة المرمى سفيان فريد بالرقم 1 بالإضافة لسيفان إيبيولا بال24. محمد أحمد أرنج الموجود بالرقم 6 ومصطفى كرشوم يلعب ب19 بالإضافة لألونزولو إرنست بالرقم 12. صلاح عادل العائد للتشكيل الأساسي. السيطرة على الكرة على مستوى الدقائق الأولى لأصحاب الأرض في محاولة في هجوم في تقدم للأمام في هذه الكرة. المرور اللي يأتي من نونو سانتوس وعرضية من نونو سانتوس. تحولت الكرة إلى خارج أرضية الملعب لركلة ركنية لمصلحة نادي الصن داونز. الركنية الأولى سيفان إيبيولا حاضر على دور التغطية في الكرة الأخيرة. هذه الكرة من اليسار اعتماد طبعا أيضا سفيان فريد. كرة خارج منطقة الجزاء. موكوينا في تسديدة من موكوينا. تسديدة من موكوينا. حذر من موكوينا. لاعب يجيد التسديدات من مسافات بعيدة هذا موكوينا. لاعب المنتخب الجنوب افريقي طبعا نتحدث عن موكوينا. كرة عالية باتجاه جان كلود. طبعا اليوم جان كلود انه يعني يكون حاضر ذهنيا ايضا يكون افضليه على مستوى البدايه والامر الطبيعي لصاحب الارض والجمهور في هذه المواجهه. نقله لنونو سانتوس. هذه التمريره باتجاه موتو. 2014 تعادل مع فيتا كلوب الكانغولي. كره بتقدم للامام. فرصه بمحاوله تسديده. سفيان فريد ممتاز. سفيان فريد على دور التصدي. سفيان فريد في هذه الكره. حارس المرمى سفيان فريد. هذا الخروج بالكرة إلى الأمام باتجاه موتيبا وعلى طول بأفضلية نادي الصن داونز. تقدم بهذه الكرة. صعود إلى الأمام عن طريق سالس اللاعب البرازيلي سقط في الكرة الأخيرة. لوزولو إرنست. جان كلود. طالت الكرة على جان كلود مرة. كرة عالية داخل منطقة الجزاء في القائم البعيد. بالراس إبعاد من قبل هنالك إرنست لوزولو. مرت الكرة إلى رمية تماس من الطرف الأيسر لملعب المباراة لنادي الصن داونز. هذا سيفان إيبيولا. الرمية جانبية من الناحية اليسرى لنادي في مباراتين وخسر في 5 مباريات. استطاع أن يسجل الهلال في مرمى الصن داونز ل7 أهداف واستقبلت شباك 12 هدف. يا سلام يا سلام يا سلام على العودة وعلى التدخل في الكرة الأخيرة. سيفان إيبيولا في هذه الكرة. ينقل الكرة لإليندي مارسيلو إلى البرازيلي سالس. عالية للقائم البعيد. الراسية تأتي ومحمد عبد الرحمن المهاجم يعود لمساندة الدفاع. لوزولو. جاني كلود من اليسار لمصلحة الهلال. سرعة جاني كلود. انطلاقات جاني كلود. مهارة جاني كلود. عدى جاني كلود. ممتاز جاني كلود أمام عبد الرؤوف يعقوب. جاني كلود. التمريرة الحاضرة. الهدف الأول. يأتي الأول للهلال. يأتي الأول للهلال عن طريق الهداف عبد الرؤوف يعقوب. عبد الرؤوف يعقوب يسجل الأول للهلال. يسطع نور الهلال. يظهر نور الهلال ويظهر الهلال في جنوب أفريقيا. يظهر الهلال في جنوب أفريقيا وعبد الرؤوف يعقوب يفتتح مجال التسجيل. ما في مستحيل مع الهلال. ما في مستحيل مع الهلال. والجولة الثالثة تحب الهلال والهلال يحب الجولة الثالثة. التقدم 1 مقابل لا شيء. عبد الرؤوف يعقوب وفريق ريجيكا من الفرصة الأولى. من الفرصة الأولى. الهلال إن شاء الله الليلة انتصار في جنوب أفريقيا. كرة من اليمين لسالس. ممتازة الإبعاد من محمد أحمد. الأمام تصل هذه الكرة لجاني كلود. عبد الرؤوف يعقوب يتحرك ممتاز أمام الغربال وكيكانا. طال أفريقيا والدين يلعب كرة. والدين الطرف الأيمن أداما كوليبالي. ستيفان إيبيولا يتقدم أيضا. عدى كوليبالي. ممتاز كوليبالي. العرضية الموجودة داخل منطقة الجزاء ومن ثم دفاعات سان داونز. كرة بالراس تمر حتى نهاية هذه المواجهة. كوبيدو ملعوب هذه الكرة. محاولة خطيرة. فرصة خطيرة. وهدف التعادل. هدف التعادل يأتي لنادي الصن داونز. هدف التعادل عن طريق اللاعب سالس. يسجل البرازيلي سالس. البرازيلي سالس يسجل هدف التعادل. يعود بنادي الصن داونز في نتيجة المباراة. ميغيل كاردوسو فريقه يعود في وقت مناسب في هذه المواجهة. لكن هدف
لن يهتز أبدا نادي الهلال، لن يهتز أبدا نادي الهلال. هذه الكرة واجب المتابعة في هذه اللقطة. فرصة محاولة ملعوبة عالية القائم البعيد، ومن ثم والد الدين بوجبا بعد الكرة لخارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. كرة إلى الأمام، محاولة داخل منطقة الجزاء. صفرة عثمان دياكيتي لخطاياتي، خطاياتي لدفاع سان داونز على عبد الرؤوف يعقوب. يسار سيبيا، يتقدم الأمام سيبيا أمام سالس صاحب الهدف سالس، ومن ثم الإبعاد لم يكن بشكل جيد. محاولة فرصة لنادي سان داونز في هذه الكرة. المرور يأتي داخل منطقة الجزاء، لا يوجد شيء. موداو رايح على موداو، ميغيل كاردوسو يعود إلى كوبيدو. نونو سانتوس لعبة إلى ماثيوس أمام مصطفى كرشوم وستيفان إيبيولا. حول تماما مثيبة، لم يجد الطريق أمام دفاع الهلال في مباراة اليوم. سالس كرة في محاولة باتجاه ماثيوس. الكرات البينية والتمريرات خلف دفاع نادي الهلال أصبحت بكثرة، الأمر اللي أصبح واضح عند ريجي كام بالضبط. بالتالي عليه بأنه الحديث مع للطرف الأيمن ستيفان بيولا. نقلة إلى الأمام، صعود بيولا بشكل ممتاز. العرضية من بيولا وذكاء ستيفان بيولا يكسب ركلة ركنية. الركلة الركنية على يسار ويليامز حارس سيلز بالرقم 10 بالإضافة لماثيوس بالرقم 17 وبرايان ليون البديل في هذا الشوط الثاني اللي يلعب بالرقم 12. فرصة ومحاولة، كرة خطيرة أولى لمصلحة نادي سان داونز. اللمسة الأولى من البديل الخطيرة هذه الكرة، وسفيان فريد حاضر على دور التصدي وعلى التقاط الكرة الأخيرة. طبعا حارس المرمى سفيان فريد. سان داونز الجولة الثالثة لهذه المسابقة، المجموعة التي تضم كل من نادي لوبوبو ومولودية الجزائر ونادي سان داونز، وبالإضافة لكرة تنقل عالية طويلة إلى الأمام بالراس مرة أخرى من أمام سيبيا. المتابعة من آدم كوليبالي وصافرة حكم المباراة حضرت. صافرة حكم المباراة حضرت. أخرى تلعب في مسابقة الدوري السوداني. سنتحدث بشكل أعمق وأكبر في الدقائق القادمة. جاني كلود من الطرف الأيسر. جاني كلود في هذه المحاولة العرضية الموجودة داخل منطقة الجزاء. كانت الكرة باتجاه محمد عبد الرحمن، كي كان أبعد الكرة. تقدم لبرايان ليون، يحاول برايان أمام مصطفى كرشوم القوي جدا. مصطفى كرشوم أمام برايان ليون. حول الكرة مصطفى كرشوم لركلة ركنية. برايان ليون بالإمكان بأن لا نشاهد أيضا في هذا الشوط الثاني. عثمان ديوف ومصطفى كرشوم يغلق كل المنافذ بالطبع في هذه المواجهة على برايان ليون. كرة ملعوبة عالية، خطيرة هذه الكرة والإبعاد يأتي وصافرة دياكيتي لخطأ لدفاع نادي الهلال. أرنست لوزولو، خطأ يأتي للقوة الزرقاء تساند هذا الفريق. لكل فريق يأتي لملعب نادي الهلال يشعر بالخوف. كرة ملعوبة عالية بالراس بمحاولة مرة أخرى لموكوينا من الطرف الأيمن. موكوينا لكن راسية موداو. محمد عبد الرحمن يستعيد هذه الكرة مرة أخرى. فرصة لنادي الهلال، تقدم لنادي الهلال باتجاه جاني كلود. يا سلام على جاني كلود، لكن موداو في وسط الملعب. برافو صلاح عادل، يتقدم بهذه الكرة. صلاح عادل يصعد الأمام، نقلة لليسار جاني كلود. محاولة للهلال، واحدة للهلال في عرضية موجود. موداو قادمة من كوبيدو، يقاتل أرنست على عدم خسارة الكرة من أمام مودو، وخطأ يربح مودو. يتحصل على خطأ مودو. أرنست لوزولو بديلا لقادم ديوف طبعا لهذا اللاعب. تكون الكرة بين أقدام اللاعب نونو سانتوس ومارسيلو ليندي. كرة لموداو وركلة ركنية لنادي الصدر ما بين عناصر
نادي سان داونز. واقف الهلال في الخط الخلفي. ضباط الهلال واثق بقدرات لاعبيه، كما ثقة جمهور الهلال بإمكانيات ناديهم ولاعبيهم داخل المستطيل الأخضر. سالس خطيرة خطيرة خطيرة، لكن برافو ستيفان، برافو 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 سفيان فريد، برافو سفيان فريد. سفيان فريد يمنع نادي سان داونز من التقدم في نتيجة المباراة في محاولة نادي سان داونز في كرة كان ممكن أن يضيف هدف ثاني. كرة لمصلحة نادي سان داونز من الطرف الأيسر لملعب المباراة. مارسيلو إليندي. سالس هذه الكرة الخطيرة على مرمى نادي الهلال، وعدت الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية واحدة. استطاع الهلال بأن يضع الهدف الأول. موكوينا في تسديدة، وهدف يأتي. حذرنا من موكوينا منذ بداية الشوط الأول. تحذرنا من موكوينا بأنه لاعب يجيد التسديد من مسافات بعيدة، وبأن تسديدات موكوينا دائما ما تكون خطيرة على المرمى، وبالتالي موكوينا يسجل هدف الثاني لنادي سان داونز. الهدف الثاني لنادي سان داونز عن طريق موكوينا صاحب الرقم 4، هو اللاعب الوحيد اللي سدد في هذه المواجهة من فريق سان داونز. نعم، في الشوط الأول كان في ركلة ركنية ولعب الكرة خارج منطقة الجزاء، كانوا يبحثوا عن موكوينا. تنسني 2-1. كرة وردة فعل لنادي الهلال من الناحية اليسرى. محاولة فرصة إلى الأمام. هذه الكرة صلاح عادل، سقط صلاح عادل. راية موجودة على صلاح عادل. تسلل الصعود الأمام اللاعبين نادي سان داونز. عملية الضغط على حامل الكرة غايبة تماما. ستيفان بيولا. صلاح عادل في عودة، نقلة لنونو سانتوس. موكوينا من اليمين. هذه الكرة باتجاه موداو، حاضر في أرضية الملعب وغائب على مستوى تهديد لمرمى نادي سان داونز. كرة ممتازة باتجاه كوليبالي في هذه المحاولة. لا يوجد راية، لا يوجد تسلل. فرصة للتعادل. استعجل كوليبالي، مستمرة، والتعادل يأتي التعادل. يعود الهلال. قادر الهلال، وما في مستحيل عند الهلال. قادر الهلال على العودة ليعادل نتيجة المباراة. هو يظهر عبد الرؤوف يعقوب، كلمة السر عبد الرؤوف يعقوب، دائما القادر على فتح الأبواب المغلقة. عبد الرؤوف يعقوب كلما ضاقت الأمور في ملعب المباراة ابحث عن روفة، ابحث عن بروفيسور الهلال، وعبد الرؤوف يعقوب يعود بالهلال. عبد الرؤوف يعقوب بالهلال يعود مرة أخرى لينير في سماء جنوب أفريقيا. عبد الرؤوف يعقوب، يا سلام على الهلال، يا سلام على روعة الهلال. أدام كوليبالي في المرة الأولى استعجل. عبد الرؤوف يعقوب قال انتظر. وصلت الكرة لعبد الرؤوف، وعبد الرؤوف سدد بهذه الطريقة وعادل. كرة للطرف الأيسر لنادي سان داونز. صلاح عادل، عودة ممتازة من صلاح عادل. من جديد إيمانويل، لكن إن شاء الله تكمل. كرة بتقدم لنادي سان داونز في محاولة. سان داونز في هذه الكرة. إليندي، مارسيلو إليندي. ممتاز مصطفى كرشوم على دور التغطية من مصطفى ستيفان إيبيولا يلعب كرة إلى الأمام باتجاه سانداي في هذه المحاولة. سانداي ومن أمام ويليامز. أو إيمانويل. المغادرة من دور ربع النهائي في آخر نسخة. كرة إلى الأمام. مريبة، لكن ديوف. ركلة ركنية على يسار حارس المرمى. كرة عالية بالراس. موكوينا. دفاع الهلال ستيفان بيولا يبعد الكرة. موداو. الحاج ماديكي مرة أخرى
موريبا